السلام عليكم. في خمن اللاعب حنتكلم عن أسطورة أفريقية حقيقية، لاعب كتب تاريخا من ذهب في ملاعب أوروبا وأفريقيا وصار قدوة لكل لاعب طموح في القارة السمراء. أول معلومة، لاعبنا اليوم بدأ مسيرته في أكاديمية بفرنسا، لكن انطلاقته الحقيقية كانت مع العملاق الإسباني ريال مدريد، ورغم كده صنع مجده التاريخي مع الغريم التقليدي برشلونة. أما المعلومة الثانية، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالثلاثية التاريخية مرتين متتاليتين مع ناديين مختلفين، مرة مع البارسا ومرة مع انتر ميلان تحت قيادة مورينيو. أما بخصوص المعلومة الأخيرة عشان الإجابة تكون سهلة، هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده الأسود غير المروضة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، وحاليا بيشغل منصب رئيس اتحاد الكرة في بلده. أكيد عرفتوا الأسد الأفريقي ده منه؟ اكتبوا لي اسمه في التعليقات وقولوا لنا شنو أجمل هدف بتتذكروا له. هل هدفه في نهائي دور الأبطال 2006 أم 2009؟ ورونا ذاكرتكم الكروية يا صفوة، وما تنسوا تشتركوا الفيديو. وبيس اوت.